هي اللي حركت خوفي ورعبي من الذنوب اللي عملتها. محمود انت محظوظ. لحظة الموت دي أهم لحظة في حياتنا. لما بنعيشها بنعرف الحياة قيمتها ايه. ولا تساوي أي حاجة. صح. ما تستاهلش إن الواحد يأذي نفسه أو غيره لأي سبب من الأسباب. دلوقتي لما بقيت بشوف اللي الناس بيعملوه في بعض بقعد أضحك. قول يا محمود انت ناوي على ايه؟ أنا عملت ذنوب كتير قوي يا ملك. حتى أقرب الناس ليا ما رحمتهمش. غيرك عمل أكتر منك وتاب. أنا مستغربة على اللي حصل لك، بس متهيألي إن ربنا بيديلك فرصة كبيرة قوي. وأنت يا ملك مش ناوي تديني فرصة تانية؟ أنا آسف، أنا ما أقصدش ألح عليكي، بس يعني هو الكلام جاب بعضه. يقول لي إيه اللي جابك؟ أنا جاي أتفق معاكي على ميعاد نروح فيه للمأذون. معقولة؟ تقوم وأنت تعبان كده وتدب المشوار ده كله على كلمتين كان ممكن تقولهم لي في التليفون؟ ولو لسه عايزة المصنع أنا شايلهولك يا ملك، ما بعتوش. متشكرة. هكلم المحامي بتاعي واخليه يشوف الإجراءات اللازمة بس لازم نتفق على الفلوس الأول. أنا هاخد منك فلوس برضه يا ملك. أنا مضيت على أوراق البيع، اعتبريه مؤخر صداق. مش ممكن أقبل حاجة زي دي. ملك أنا مش هلاحق عليكي يعني لا تفتكري إن هي سكة برجعك بيها. ادفعي اللي أنت عايزاه وقت ما أنت عايزة. أنت عندك رقم حسابي في البنك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عيني عليك باردة يا حودة. طب والله الحاج كان بيعد الايام والليالي عشان ترجع لحالتك. معلوم، احنا داخلين على شغل كبير قوي يا ابو حنفي ومحتاجينك معانا. المهم بس الاول يخلص من موضوع الجماعه ده. ممكن تبعد الدخان ده عني؟ الله، في ايه يا محمود؟ الله، انت طول عمرك بتقعد في وسطينا وبتعمل دماغ على حسنا. معلش يا عم، انا مبقتش اطيق ريحه الحاجات دي خالص. والكوبايه كمان. الحمد لله. ربنا يهديك يا سيدي ويهدينا جنبك. يمكن هيستشيخ زي حسن. هو حسن برضه استشيخ؟ قصدك ايه يا محمود؟ ما بلاش السكه دي يا عم، بلاش نتاجر بالدين عشان شويه فلوس. الله الله الله، هي الحادثه هتقلبك علينا ولا ايه؟ الحادثه قلبتني على نفسي يا عم فتحي. خلاص يا عم محمود، خلاص يا عم. اللي بنعمله ده ما يخصكش. الشركة اللي بنعملها لحسن مش هيخش فيها مليم من فلوسك. انا مش عايز فلوسي تخش في اي شغل. لو كان بايدي كنت اتنازلت عنها كلها. بقول لك ايه يا محمود، هي مراتك وافقت ترجع لك تاني؟ مراتي تقدر تعتبرها مش على ذمتي من دلوقتي. كلها ساعات والطلاق هيتم. امال جرالك ايه؟ من امتى بتتكلم وتفتي في الحلال والحرام؟ مش معنى كل الناس بتفتي، انا بتكلم عن نفسي. يا ريت يا عم نعمل جدول اخد فيه فلوسي بالتدريج ومن غير ارباح. انا مش عايز غير فلوسي وبس. لا بقى، دي بنت عبد المجيد راتب كانت ارحم. انا خلاص بقينا شوبها يا محمود بتجري مننا. انا بجري من نفسي، انا لا بحاسبك ولا بحاسب غيري، انا بحاسب روحي. طب عاوز الفلوس تعمل بيها ايه؟ ما احنا خايفين ترميها في مشروع تخسر تاني. انا مش عايز اشتغل تاني. امال ناوي على ايه؟ اوعى تحطهم في البنك وتشيل ذنب الارباح. ومين قالك ان فلوس البنك حرام؟ وبعدين دي اخر مره تتدخل بيني وبين عمي. حقك عليا يا سيدي، انا بكلمك لمصلحتك. محمود، السؤال محرومش يا ابو حنفي. الله الله، ما احنا كمان من حقنا نطمن عليه. انا عايز اشتري حته ارض اعيش فيها واكل منها وابعد عن الجو المسموم ده كله. ماشي، تاهت والإناه. هي ايه دي؟ الارض القديمه بتاعتي اللي جنب البلد. قرفاني ومطلعه عيني، الفلاحين قرفني قوي قوي. خدها يا عمنا، وانا كفايه عليا القيراطين ابقى انزل فيهم لو رجليها حدفتني هناك. يعني ايه؟ مفيش في الدنيا مصنع غيره؟ يا بابا هنخسر ايه بس لو اشتريناه؟ خسرناها تلاكيك. تصرفات ناس بتتمحك علشان ترجع لبعض. طب وإذا قلت لك ان احنا اتفقنا على ميعاد الطلاق؟ امتى؟ بكره. وخدتي ميعاد ليه؟ مفيش داعي انك تشوفيه. يطلع غيابي وبعدين احنا نبعت نجيب الورقه. يا بابا المهم ان المبدأ موجود. الاهم انه يطلق طلقه بائنه، يعني ما يرجعلكيش من غير عقد ومهر جداد.
ايه ده؟ طلقه بقينا؟ انت هتطلقي؟ الف مبروك. ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ ايه يا بابا في ايه؟ هو احنا كنا طايلين؟ يعني لازم مصر كلها تكلمه ويشوف الموت بنن عينه عشان يوافق يطلق؟ واضح ان مقامك كبير قوي عنده. بابا انا هطلع ارتاح شويه بعد اذنك. طيب يا حبيبتي اتفضلي. انت مش هتبطلي طريقتك دي في الكلام؟ انت مش كنت بتزغرطي من شويه؟ ايوه بس حضرتك احرجتني وقلت لي بطلي زغاريط. انا اسف، غلطت. زغرطي زي ما انت عايزه، بس تخرسي خالص وما تنطقيش. يا ظهري. محمود وصل. شفت؟ مش عارفه، على قد ما انا كنت فرحانه قوي امبارح، النهارده كده قلبي مقبوض. مش في بيت بيتخرب؟ طب ما لو عايزه ترجعي في كلامك ارجعي في كلامك، احنا لسه فيها. بعد ايه بقى يا ست سالو؟ لسه بدري، المأذون لسه ما جاش وانت لسه على ذمته، واذا كان على بابا يعني هيزعل شويه، وبعدين شويه حركات من حركاتك دي هتاكليه يعني. لا المره دي انا مش ماليه ايدي منه. ليه يا حبيبتي؟ مش انت قلتي ان هو اتغير؟ مش عارفه بقى اتغير للكويس ولا للوحش، ولا ما انا عارفه حاجه. والله انا حاسه كده انه جايز يبقى اتغير للاحسن ان شاء الله. ايه ملك هانم المأذون وصل. احنا متفقين على كل حاجه، مفيش داعي تضيع وقتك ومجهودك على الفاضي. استاذ محمود، والله ان كان عليا انا مش عايز اطلق، بس ما دام دي رغبتها بقى انا هعمل كل اللي هي عايزاه. والست انا قلت لك ان احنا متفقين. بس انا مش هطلق طلقه باينه. احنا هنعيده تاني ولا ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. وهتفرق معاك ايه بس يا محمود؟ ما تقلقش يا عمي، انا مش ناوي اردها الا اذا طلبت بنفسها. اجمع عليها يمين الطلاق. دي طالع يا ملك، طالع. ناهد، ايه مالك متكسره كده ليه؟ طبعا ليك حق، مش سائل فيا ومش مهتم غير بملك وبس. الحمد لله انزاح الكابوس ومضينا. امور يا ست الكل، انا عينيا الاتنين ليكي. بهاء مش نازل يا عبد المجيد. طب وايه؟ ما دام مش نازل نطلع له احنا، نسافر له. نسافر له؟ وليه لا؟ نطمن بس على سلوى، وان شاء الله كده تقوم بالسلامه، واروح واخدك من ايدك وطالعين عاملين عمره على بهاء. تتكلم جد يا عبد المجيد؟ بتكلم جد يا ست الكل. هو انا عندي في الدنيا اغلى منك؟ ربنا ما يحرمني منك ابدا. حبيبتي، حد يزعل وعنده القمر الجميل ده؟ ها؟ فكيها بقى يا سلوى، إذا كنت أنا مش زعلان. ما انت السبب، كمان عايز تزعل؟ أنا يا طنط؟ انا سمعت ان الراجل هو اللي بيحدد نوع الجنين. صح يا طنط، في دي عند حضرتك حق، بس يعني ده كله بتاع ربنا. نقول الحمد لله يا طنط، الحمد لله. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. شد حيلك بقى المرة الجاية وجيب ولد. شد حيلي يعني ازاي؟ قولي لي يا طنط. انت هتهزر يا احمد؟ بس بقى، بس مش عايزه اسمع كلام من حد تاني. انت بتزعقي لي ليه؟ الحق عليا اني مقهوره علشانك. ليه، انا جايبه قرد ولا ايه؟ اعوذ بالله من كلامك. ما تزعليش يا طنط، هي بس تعبانه من الولاده. البيه كمان بقول له نخلف تاني، مش عايز. مش عايز ايه؟ لا مش أنا يا طنط. بحسب. حبيبتي مش عايز، مستني لحد لما تخفي وتقومي بالسلام. ها؟